مديرية الخدمات الفنية بيوم النظافة العالمي في هذا اليوم بالتعاون مع كافة مديريات المحافظة بالقيام بأعمال النظافة في مدينة السلام، وتنظيف الشوارع، تنظيف الحدائق، دهان الأطاريف، دهان الألعاب في مدينة السلام في الحديقة قدر الإمكان. وكذلك جميع البلديات في محافظة قنيطرة قامت بحملات كل في مكانه لتنظيف قدر الإمكان. نحتفل اليوم بمناسبة اليوم العالمي للنظافة، والذي يعتبر يوما عالميا لنظافة البيئة من كافة المخلفات التي يرميها الإنسان ضمن بيئته. طبعا الهدف منها هي التوعية ونشر الوعي ما بين الأخوة المواطنين من أجل حماية هذه البيئة من النفايات الصلبة ضمن الشوارع والحدائق وحول المنازل. طبعا تتم هذه الحملة بالتعاون مع المجتمع المحلي والجهات الحكومية في المحافظة من كافة الاتجاهات والأعمار. اليوم قمنا بتنظيف حديقة السلام والشارع العام في مدينة السلام، وتم شطف الشوارع وغسيل الأشجار وتنظيف وتجذيب الأشجار حول هذه الحديقة. أهلا بكم في مدينة السلام في يوم النظافة العالمي. نحن نشكر جميع اللي شاركونا بهذا اليوم، يوم النظافة العالمي. مشارك فيه تقريبا 163 مليون. نحن بشكل رمزي طبعا نحن نظفنا الشارع العام، وهلا نحن حاطين كل همتنا انه الحديقة الموجودة بمدينة السلام ننظفها ونساويها جاهزة مشان اطفالنا العزيزة، خاصة في قرى في محيط مدينة السلام. هي قرى موبوءة بالألغام مخلفات الحروب، حتى العائلات تيجي، والعائلات الموجودة هناك وعندهم أطفال ما في لهم متنفس غير الحديقة هي، فبنجهز لهم إياها إن شاء الله. والألعاب اللي دمرت أو اللي تعطلت كلها بنصلحهم بإذن الله وننظفها ونصير جاهزة يعني تقريبا لاستقبال العائلات وأطفالهم.